يعيش الترجي الرياضي التونسي في هذه الفترة مرحلة تحضير للشطر الثاني من الموسم، مستغلا توقف المنافسات الرسمية من أجل إعادة شحن المجموعة بدنيا وفنيا، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة في البطولة التونسية والمسابقات القارية. وإلى حدود يوم 16 من ديسمبر 2025 لم تصدر إدارة النادي أي بلاغ رسمي بخصوص انتدابات شتوية، في حين يتواصل العمل داخل الكواليس دون الإعلان عن تفاصيل مؤكدة. وخلال الأيام الماضية تم تداول اسم اللاعب التونسي حمزة رفيعة المحترف في صفوف نادي ليتشي الإيطالي بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حيث تحدثت هذه المصادر عن إمكانية عودته إلى تونس ووجود اهتمام من الترجي الرياضي التونسي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، غير أنه وإلى حدود هذا التاريخ لم يصدر أي تأكيد رسمي من إدارة الترجي أو من اللاعب نفسه أو من ناديه الحالي، وهو ما يجعل هذا الملف في خانة الأخبار المتداولة إعلاميا فقط، دون أن يرقى إلى مستوى صفقة مؤكدة. وفيما يتعلق بملف اللاعب النيجيري أونيتشي أوكبيلو، فقد راجت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بتجديد عقده مع الترجي، إلا أن هذه المعطيات غير صحيحة، فإلى غاية اليوم لم يجدد أوكبيلو عقده مع الفريق، كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللاعب رفض مقترحات التجديد المقدمة له، مفضلا تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة، ويظل خيار رحيله واردا، سواء ببيعه خلال فترة الانتقالات في حال توصل الترجي إلى عرض مناسب، أو بمغادرته الفريق بعد انتهاء عقده في صورة استمرار رفضه للتجديد. وإلى جانب ذلك تم تداول أسماء لاعبين آخرين على بعض الصفحات الجماهيرية ووسائل الإعلام، سواء من الدوري التونسي أو من خارجه، غير أن هذه الأسماء تبقى في إطار التحليل والتكهنات، في ظل غياب أي تصريحات رسمية أو بلاغات من إدارة الترجي تؤكد وجود مفاوضات فعلية. وخلاصة الوضع إلى حدود 16 من ديسمبر 2025، فإن الترجي الرياضي التونسي يواصل تحضيراته بهدوء دون الإعلان عن صفقات جديدة، في حين تبقى بعض الملفات مثل ملف حمزة رفيعة وأونيتشي أوكبيلو محل متابعة إعلامية دون تأكيد رسمي. لذلك ينصح دائما بالتعامل بحذر مع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد أساسا على البلاغات الرسمية والتصريحات الموثوقة. وفي ختام هذا الفيديو، إذا نال المحتوى إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، فدعمكم يحفزنا على تقديم مزيد من المحتوى الرياضي الدقيق والمحترف. كما نرحب بآرائكم وتعليقاتكم في الأسفل